واحد من أهم المعابد التاريخية بالعالم، بتدور حواليه كتير قصص وأساطير قديمة. موجود بمدينة طرطوس بسوريا. حصن سليمان، المعبد اللي حير العلماء بطريقة بنائه. معقول تكون الجن هي يلي بنته؟ حجم الأحجار ووزنها اللي بيتجاوز 70 طن هو اللي بيقول إنه هالمكان انبنى بقدرات بتفوق قوة البشر. كثيرين بيعتقدوا انه النبي سليمان هو يلي سخر الجن لحتى يبنوا هذا المكان. الدراسات التاريخية بتقول إنه حصن سليمان انبنى بالعصر الروماني، يعني بين القرن الأول والثالث قبل الميلاد. وانتو شو بتقولوا؟ مين يلي بنى؟ البشر ولا الجن؟